المفروض ده يكون اول فيديو هينزل في القناه. جيت ابص على القناه الاقيها فيديوهات عشوائيه، وايه اللي يخلي مثلا الناس تتابع شخص اللي هو انت مش عارفه انت مين وانت بتعمل ايه وايه هدف القناه دي؟ تدي ترفيه طيب ولا تعليم ولا ايه بالظبط؟ وانت مين مثلا عشان اللي هو نشوف قناه حاجه زي كده؟ فقلت اعمل فيديو زي ده، المفروض ده كان المفروض اول فيديو ينزل. انا اسمي آسر. القناه دي هدفها اللي هو اي مشكله بتواجهني انا بحاول احلها، ويوم ما احلها اشارك الحل مع ناس اكيد يمكن بتواجههم نفس المشكله دي، او لما يتعرضوا لنفس المشكله دي اكون في التهم. وهي هو ده بس اقصى حاجه اتمناها، لان انا في فتره كنت بتمنى ان شخص يعمل معايا كده. فسالت نفسي ليه ما كنتش انا الشخص ده اللي هو اي مشكله بتواجهني سواء كانت دراسيا في اي حاجه، وليه الاقي حلها اشاركها مع الناس واخد ثوابها، واكون ساعتها فدت اكتر ناس اعرفهم فعلا او ما اعرفهمش. فهو ده هدف القناة اصلا. المعلومات بقى شخصية عني مثلا عشان اللي هو برضه عشان تعرفوا. انا عندي 16 سنة. رحت جيم مثلا بقالي سنة ونص او حاجة زي كده. عندي هوايات اللي هو تعتبر كتير شوية، اللي هو مثلا زي مثلا القراءة. قرأت لي كذا كتاب بيتكلم خاصة عن الحاجات النفسية وكده. كنت بألف حاجات بقى قديمة. برسم، بس بطلت الرسم وبدلتها بحاجة زي الجرافيك ديزاين. كودينج عندي لغتين بس بستعملهم برضه. آه وميزة الموضوع ده إن أنا عندي 16 سنة، ففي فئة كبيرة جدا وأغلب الفئة اللي في الأعمار دي، فاللي هو أنا زيكم. أنا برضه مش شخص مثلا سابق أوي وأحكي كنت بعمل كذا وكنت بعمل كذا، لأ اللي هو آه انا اللي هو في نفس المستوى، اللي هو اغلب المشاكل اللي انتوا بتواجهوها انا برضه احاول احلها واحل مشاكل انا نفسها. ففكره اللي هو مجتمع زي ده، اسعى ان انا اطور من نفسي واكون شكلي حلو قدام الناس دي كلها، واحسن واطور بس عن نفسي في حاجه اللي هو تفكرني ان انا بعمل خير، ولا شايف حاجات مثلا انا اعرفها او كورسات مثلا انا بترجمها وبتفرجها. شايف ان انا في ده مثلا فيها انا احاول انشر بحيث ان انا استفاد وافيد فيها الناس. فاشمعنى القناة دي وايه الكونتنت اللي جاي في القناة دي؟ عشان انا في تالتة ثانوي، فالكونتنت اللي جاي هيكون غالبا عن الدراسة او الانتاجية، علشان انا في موضوع الانتاجية ده بقى لي سنتين. جيم والصحة وعامة الحاجات اللي هو الصحة الجسدية والصحة النفسية. فبس اهو فدلوقتي اقدر اقول ايه؟ انزل اشترك وحط لايك واكتب كومنت اي رأيك على اي حاجة، وبس كون معايا في الرحلة دي. ونحسن حياتنا سوا. سلام عليكم.